من ساعة ما عملت الريفيو بتاع دون وانا بصراحة مكسوفة منكم، لان انتوا فعلا طلع عندكم حق. فعلا هو يعني ما اخش استحمى احسن؟ ليه احط حاجة تخلي ريحتي فلة وتخلي ريحتي كأني لسه خارجة من الشاور؟ فعلا انا مش هجيبه تاني، لاني لو جبته هجيب معاه الدون الجديدة. هو في ايه يا في جماعة؟ ايه؟ ما تقول انت في ايه؟ وحد قالك ما تستحميش؟ ما تستحمي يا حبيبتي. في ناس بتحب تبقى ريحتها فريش بعد الشاور. ايه علاقه ان انا عايزه يبقى ريحتي كاني خارجه من الشاور بعلاقه ما تستحمي؟ طب ما احنا بنستحمى، بس بنستخدم حاجات في الشاور وبره الشاور تخلي ريحتنا فريش وريحتنا جميله. صابون الدوف اللي بتتباع من ايام جدتي وجدتك موجوده لحد دلوقتي، لان هي ليها ريحه سيجنتشر مميزه جدا. فلو مش بتحبي الريحه دي ومش بتحبي ريحه النظافه، اتفضلي قلبي. انما بقى لو بتحبي ريحه النظافه وعايزه ريحتك تبقى نظافه حتى بعد الشاور، تعالي. لازلت عند كلامي ان دي من اجمل الحاجات اللي انا شميتها الفتره اللي فاتت، وان دي عايزه اقولك ان مفيش حد بيشمها غير بيقولك الله ايه ريحه النظافه دي، لان هي فعلا ريحتها نظافه. دي دون اول اصدار، ودي البينك تاني اصدار. الفرق بينهم بسيط، بس دي هتحسي ريحتها اقوى. لما تجربيهم هتحسي فعلا ان انت مش قادره تستغني عنهم، لان استخداماتهم كتير جدا على اماكن النبض طبعا، كبيس للبرفيوم بتاعك، مع سيرم الشعر كده تحطي شويه على ايدك وتسرحي شعرك، بجد ما بتتحركيش غير وبتطلع منك ريحه النظافه دي. انا ما زلت عند رايي ده من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها، واكثرها ثباتا واكثرها فوحانا. عشان كده بقول لك استخدميها في البيت بس، ما ينفعش ما يبقوش عندي.